السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم ايوب من مكتب سيرفيس اجنسي جلوبال. في هذا الفيديو هذا غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال لي زانفورماسيون جداد بخصوص القرايه في دوله ليتوانيا، اللي هي واحد الدوله اللي ضمن الاتحاد الاوروبي. القرايه فيها بيان سور باللغه الانجليزيه. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، بلي هذه الدوله هذه فيها كاع التخصصات، اي تخصص تحلموا انكم ولا تفكروا انكم تكملوا القرايه ديالكم بالاخص باللغه الانجليزيه، عرفوا بالله غادي تلقاو هذا التخصص هذا. ولكن جيت نجاوبكم على بزاف ديال المغالطات ولا بزاف ديال الحوايج اللي بزاف ديال الطلبه ما تكونوش عارفينها او لا تسمعوها من طرف اخر، والمعلومات تقدر تكون ماشي صحيحه. غادي نهضروا شويه على دوله ليتوانيا. دوله ليتوانيا العاصمه ديالها هي فينيوس، هي ضمن الاتحاد الاوروبي، عندكم الحق تسافروا في اي دوله. الحاجه اللي زوينه فيها هو الفيزا ديالها او الاقامه ديالها سهله بزاف بارابور للدول الاخرى كاينين في الاتحاد الاوروبي. وكذلك ان البلوكاج ديال الفلوس ما كاينش، يعني مقارنه مع بزاف ديال الدول ما تحتاجوش انكم تبلوكيو الفلوس في الحساب البنكي ديالكم او البنك ديال شخص من العائله ديالكم. يعني تقدروا تضمنوا راسكم ممكن كذلك شخص من العائله هو يضمنكم، والفلوس يعني ماشي ضروري انكم تبلوكيوها. وبالنسبه للقرايه راه كاين، سواء تقدروا تقراو في جامعه حكوميه او لا خاصه. المكتب ديالنا تيشتغل مع جميع تقريبا الجامعات اللي كاينين حكوميه كاينين في دوله ليتوانيا. واليوم انا معكم من المعرض الدولي اللي كاين في الدار البيضاء، هو اكبر معرض كاين في المغرب. كنا برفقه واحد من اكبر الجامعات اللي كاينين في دوله ليتوانيا. خاصكم غير تعرفوا قبل من انكم تمشيو لدوله ليتوانيا، كيف ما تنعرفوا ان الاغلبيه ديال الطلبه تفكروا انهم يكملوا القرايه ديالهم بالاخص في اوروبا، هو انهم تفكروا انهم يقراوا ويخدموا واكسترا. تعرفوا انه دوله ليتوانيا ممكن عندكم هذه القضيه هذه، بالاخص كذلك الناس اللي تفكروا انهم يكملوا الماستر، يعني الناس اللي باغيين يقراوا الباشلر عندكم الحق تقراوا وتخدموا. الحاجه باش تلقاو فيها خدمه هو خصكم دائما تركزوا على المدن الكبرى. كاين بزاف ديال الناس تيديروا الاشهارات لشي مدن اللي تكونوا صغار وتيوعدوكم بزاف ديال الحوايج اللي هي صراحه ما كايناش. انه الا كنتو تتفكروا على اساس انكم باغيين تقراو وتخدموا، خاصكم تمشيو لثلاث مدن اللي من بينها فينيوس او لا كاوناس او لا كلايبيدا. يعني هاد المدن هادو تكون فيهم فرصه عمل اكبر للطلبه الاجانب. كذلك حاليا بعض الجامعات ما تطلبوش التوفل او الايلتس. حاليا بعض الجامعات ما تطلبوش التوفل او الايلتس، ولكن بعض الجامعات ولاو تطلبوا التوفل او الايلتس الا كنتو باغي تكملوا القرايه ديالكم في دوله ليتوانيا. داكشي علاش اي طالب باغي يكمل القرايه ديالو في دوله ليتوانيا فهذا راه وقت مناسب لكم وفرصه ما تتعوضش، لحقاش باقا سهله بزاف بارابور بزاف ديال الدول الاخرين. سواء الانسكريبسيون مفتوحه، سواء عندك الباك او لا الاجازه ديالك وباغي تكمل القرايه ديالك في ليتوانيا، الانسكريبسيون راه مفتوحه، ما بقاش ليها بزاف وغادا تسالي الانسكريبسيون. حنا كمكتب راه تنعاونوك من احسن زاد حتى تلقى الجامعه ديالك. الا كانوا النقط ديالك مزيانين تقيدوك في جامعات كبرى باش تستافدوا من السكن الجامعي اللي ما كاين حتى شي واحد فيهم تيهضر لكم عليه. الا حصلتوا على السكن الجامعي عرفوا انكم ما غاديش تفوتوا ما بين 700 درهم حتى 1100 درهم تتخلصها شهريا. كهاد الحوايج اللي زوينه، يعني المعيشه رخيصه بارابور بزاف ديال الدول اللي كاينين في الاتحاد الاوروبي. يعني الواحد يقدر يعيش ب 400 500 اورو في الشهر، ويقدر حتى يخدم ويوفر ويخلص كاع السنه اللي من بعدها بلا ما يحتاج والديه. كيف قلت لكم المكتب ديالنا راه في الخدمه ديالكم. الا كنتو تفكروا انكم تكملوا القرايه ديالكم في اللغه الانجليزيه في واحد من الدول الاتحاد الاوروبي، وخصكم تعرفوا كذلك انه ملي تمشيو تقراو في ليتوانيا العام الاول تقدر تقرا في ليتوانيا، العام الثاني او الثالث راه تقدر تختار اي دوله في الاتحاد الاوروبي. البروغرام ديال الاغاسموس تيكون هو المساند ديالك، يعني تيخلصوك باش انك تستافد من هذا البروغرام ديال الاغاسموس. تواصلوا معنا وحنا نعطيكم كاع لي ديتاي. المكتب ديالنا في الخدمه ديالكم. تقدروا تتبعونا في الصفحه ديالنا في انستغرام سيرفيس اجنسي جلوبال. وبالنسبه للنقاط راه ماشي مهمه، غير تواصلوا معنا وحنا غادي نشوفوكم واش نتوما اليجيبل ولا لا باش تقدروا تشوفوا الجامعه اللي غادي تنزلكم ان شاء الله. السلام عليكم.